هاي يا جماعه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عارفه ان ليا فتره غايبه عن الشانل والتصوير وكل الحاجات دي، واكيد وحشتوني كتير. بس كان عندي الفتره اللي فاتت فاينل وعملي ومنزلي عملي وشويه امتحانات كتير كده، فكنت غايبه شويه عن التصوير، ولكن ان شاء الله يعني هرجع اصور فيديوز من جديد. فيديو النهارده كان فيه كتير دخل كلمني واتساب وكده، كان بيسالني شويه حاجات عن التراكمات والحاجات الكتير اللي عليه، ومش عارف يواكب ما بين الجديد ولا يرجع للقديم وكل الحاجات دي. ففيديو النهارده هيكون عن tips and tricks لل يعني لو عندك تراكمات كده، بالذات الفتره دي فتره اجازه نص السنه، في ناس كتير عايزه تستغل الفتره دي عشان الحاجات اللي بتراكم عليهم. انا ممكن اكون مش احسن حد ينصح كده، ولكن هديكوا شويه tips and tricks يعني اتمنى ان هي تفيدكم. فكملوا الفيديو، ولو اول مره تشوفوني فمتنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل وتفعلوا جرس الاشعارات وتعملوا لايك للفيديو. اول حاجه هو انه انت لازم من جواك، او يعني يبقى عندك نيه فعلا ان انت عايز تخلص وتنجز، ومش عايز تمرقع. عارفه ان كتير بيبقى عايز يتمرقع في الفتره دي، وان هو اجازه نص سنه خلاص يعني هنريح وناخد استراحه محارب وكل الحاجات دي. بس احنا مضطرين نعمل كده، ممكن مثلا تاخدوا يوم مثلا بريك، اعملوا اي حاجه افصلوا، ولكن لازم نرجع نخلص اللي معانا اللي علينا. فلازم انت من جواك تكون مقتنع ويعني مقرر وكده ان انت عايز تنجز، عايز اخلص كل اللي عليا، عايز احاول اتخلص من اكبر كميه متراكمه عليا وكده. فانت لازم تبقى عندك النيه لده. تاني حاجه هنعملها بقى هو ان احنا مش هنعمل موضوع جداول اسبوعيه ولا شهريه والحوارات دي خالص. احنا عايزين نعمل تو دو ليست يوميه، ده احسن كتير منه يعني مثلا ان انا يعني اعمل جدول للاسبوعين او المده اللي باقيه لي بقى، سواء اسبوعين شهر اسبوع اي حاجه. التو دو ليست اليوميه هتكون احسن بكتير. انه مثلا النهارده هقول ان انا عايزه اذاكر او اخلص كذا وكذا وكذا، واحط لكل تاسك مده معينه او ديدلاين اخلص فيه، بحيث اجبر نفسي التزم، علشان احنا مش بنلتزم طبعا. فالديدلاين هيخلينا شويه ملتزمين، شويه نحكم نفسنا في موضوع الوقت والحاجات دي. اوكي، طيب بعد ما عملنا تو دو ليست يوميه، هلاقي ان انا مثلا في مواد عندي فيها طبعا تراكمات، اكيد طبعا عندي تراكمات. طيب فهلاقي انا هعمل ايه في التراكمات دي؟ همشي مع الجديد زي ما هو. يعني مثلا انا دلوقتي متابعه مع نفسي او مع مستر معين، انا همشي معاه في الجديد عادي زي ما انا، ولكن ده في اغلب المواد. ليه في اغلب المواد مش كل المواد؟ لان في مواد بتحتاج ان انت ترجع للقديم، مش يعني ترجع للقديم عشان بيعتمد على الجديد. المواد دي بقى هنعمل فيها ايه؟ المواد دي هنضطر ان احنا ناخد من القديم مع الجديد، وهي دي هتبقى الهدف بتاعي. هي دي هبقى اللي هو هديها المده الاكبر، هديها الاهتمام الاكتر، انه انا عايزه اخلص دي عشان هي اولى، عشان القديم بيعتمد على الجديد. لكن المواد التانية اللي القديم ملوش علاقه بالجديد قوي، فانا ممكن خلاص القديم ده بلمه بقى في المراجعات بقى في اي وقت تاني عندي، هيتلم معايا واتابع انا الجديد زي ما انا امشي فيه. يبقى انا في مواد همشي فيها الجديد زي ما انا مع المستر بتاعي اللي معايا او انا مع نفسي، والقديم بقى هركنه شويه على جنب، او لو زاد عندي وقت مثلا هاخده اوكي تمام، لكن لو ما زادش وقت فخلاص انا هلمه مع المراجعات او اي حاجه. والحاجات اللي بتعتمد بقى على القديم دي هاخد القديم مع الجديد مع بعض، الاثنين مع بعض، واحاول انجز في الاثنين، وافصل كل شويه بماده تانية مثلا او حاجه اسهل، بريك بسيط 5 دقايق مش كتير، او بلاش 5 دقايق يعني اكتر شويه عادي. المهم يعني انتوا المفروض تظبطوا الموضوع ده، شوفوا بقى نظام المذاكره اللي هتمشوا بيه، يعني ده موضوع تاني غير التنظيم الوقت بقى والحوارات دي وكده. تمام. ثالث نصيحه بقى هو انه مش دايما او مش على طول هلاقي اني خلصت التو دو ليست بتاعت النهارده. وده مش تقصير مني ولا اي حاجه، عادي، دي حاجه طبيعيه، والمفروض ان هي ما تاثرش علينا او تقلقنا او تخوفنا وتوقفنا مكاننا. يعني انا خلاص ده هعتبر ان ده حاجه طبيعيه تحصل، وهرحلها لليوم اللي بعده مع يعني مع حاجات تانية جديده، وهتعلم. بس اكتفي ان انا خلاص اتعلم ان انا النهارده مثلا اذا كنت قصرت في حاجه كذا او ما خلصت التو دو ليست لسبب معين، فانا مش هكرر ده بكره، وهحاول ان اخلص التو دو ليست التانية بتاعت بكره. فمش عايزه حاجه زي كده ان هي توقفكم او تقلقكم، وخلاص كملوا زي ما انتوا على طول، وما تبصوش ابدا لورا. رابع حاجه بقى، احسن حاجه دايما ان انتوا تبداوا مذاكرتكم بحاجه خفيفه لذيذه تفتح نفسكم كده، مش تكون حاجه صعبه وتقفلكم، او حاجه مثلا عليكم كم كبير فيها قوي فتشوفوا الكم فتتخضوا او كده. لا خالص، يعني ابداوا بحاجه بسيطه تفتح نفسكم، وعلى الباقي بقى اصعب الحوارات دي. يعني انا مثلا كنت بحب ابدا بفرنش او انجلش، حاجه كده بسيطه، او الانجليش مش قوي بس الفرنش طبعا اوكي. وكنت هبدا بيه يعني المذاكره، بحيث ان هو احس ان انا اطمن ان انا بنجز وبقدر اخلص عادي وبلحق كل الحاجات دي. فالاحسن دايما ان انتوا تبداوا بحاجه اسهل، بحيث ان هي تطمنكم وتحسسكم انه انتوا تقدروا تعملوا انجازات عادي وتخلصوا اللي وراكم وفي الوقت اللي انتوا عايزينه. خامس حاجه واهم حاجه هو انه ما تضيعش وقتك في الصياح والعياط على اللبن المسكوب وكل الحوارات دي، عشان ده حقيقي بياكل وقت وطاقه ومجهود، وبيضيع وقت وحاجات كتير قوي، وبيعطلك، بيرجعك لو مش بيطلعك لقدام، وملوش لازمه، ومش هيحل ولا هيقدم ولا هيأخر ولا هيعمل اي حاجه. وده من واقع تجربتي، لان انا كنت في الزون دي فتره يعني، وكنت متاخره عشان كنت بحضر لحاجات تانية وكده، مش مديه المذاكره وقتها قوي بصراحه. انا كنت في الزون دي فتره، كنت بعيط، كنت بصيح كل حاجه. انا ما عنديش مشكله مع الصياح، يعني ممكن نصيح، نخلي جزء من اليوم نعيط ونصيح فيه براحتنا، وبس يعني بهزار كده وبلاد تمام. وباقي اليوم عادي، باقي اليوم عادي نشتغل عادي
البرودكتيفيتي بتاعتنا وتمام وكله بيس عادي، ونخلي جزء بس بنرفه فيه عن نفسنا مثلا يعني عشان ما يجرالناش حاجه. ونصيح مع اي حد بس يعني نحاول نخفف عن نفسنا وما نتقلش على نفسنا عشان الفتره دي انا عارفه ان هي صعبه عليكم كلكم اكيد، وانا كنت محشوره هناك فتره. واخر حاجه واللي انا شخصيا كنت بحب اعملها وما زلت بعملها هو اني كنت كل يوم بكتب الحاجات اللي انا خلصتها او الحاجات اللي انا عملتها واللي ما عملتهاش انجزتها او لسه لا او كده. يعني حاجه شبه الجورنالينج او اني برفلكت على اليوم بتاعي كان عامل ازاي او كده الحاجات اللي عملتها ولا. يعني علشان اشوف انا قصرت في ايه، انجزت ايه وخلصت ايه. منها بقى اني يعني بشوف انجازاتي الصغيره وانا بحققها فبطمن انه يعني لسه انا تمام، انا ماشيه تمام ويعني مش متاخره متعطله او كده. حتى لو انا كنت كده فعلا بس انا شايفه ان في انجازات وحاجات بعملها حتى لو كانت صغيره تمام. ومنها برضو اني بشوف مثلا انا قصرت في ايه بحيث اني ما اكرروش في الايام اللي جايه اللي بعد كده. فالموضوع ده كان بيساعدني جدا. وكمان انا كنت يعني شخص نسائي قوي او اللي هو مثلا بحس الوقت بيضيع مني بيطير مني اللي هو مثلا هوب كده 6 ساعات اللي هو انا عملت ايه الفتره دي كلها. انا مثلا عملت كذا وكذا بس. فانا كنت بحب الموضوع ده علشان يعني مش كان لازم برضو مش كنت بعمل ده مثلا اخر اليوم، مش لازم اخر اليوم. ممكن مثلا في نص اليوم كده احس ان انا عايزه افضي دماغي مثلا من حاجات بفكر فيها او عايزه اكتب حاجات معينه. ولسه محتفظه بالنوته بتاعتي بتاعت ثالثه ثانوي على فكره يعني كنت كاتبه فيها الحاجات دي. ومعايا نوته جديده دلوقتي يعني عشان سنه جديده بقى وكده. وبس كده يكون خلص فيديو النهارده. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو استفدتوا اكتبوا لي في الكومنتس او لو حابين عن افكار فيديوز تانية اكتبوا لي برضو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. وبس كده يكون خلص فيديو النهارده.